بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الوسطية التي جعل الله هذه الأمة عليها إذ جعلها أمة وسطا بين الأمم التي تجنح إلى الغلو المدمر والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، لخليقة بالعناية والدراسة والوقوف الطويل عندها، سبرا لغورها، لفهم ماهيتها واستيعاب خصائصها، لأنها ميزة أصيلة استثنائية، كيف لا، وهي دين الله في الحقيقة. قال ابن القيم: فدين الله بين الغالي فيه والجافي فيه، وخير الناس النمط الأوسط، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها. قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمية فاكتفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. إن هذه الميزة هي الميزة الحقيقية والخاصية الأساسية لهذه الأمة، لا وجود لمثلها في الأمم كلها. وقد يسيء بعض أفراد هذه الأمة فهم هذه الخاصية، وبالتالي يسيئون في تنزيلها المنزلة اللائقة بها، لقصور في إدراك حقيقتها وعجز في تفهم ماهيتها. فيدعي الوسطية أناس هم عنها بريئون، وينسب إليها ناس هم على طرفي نقيضها، قلبا للحقائق وتلبيسا على الناس دينهم. فلا شك أن دراسة مثل هذا الموضوع في مثل هذا المؤتمر الموقر الذي تتناول فيه أقوال فقهاء المذهب المالكي من المغاربة بالدراسة والتقرير لهي مهمة دينية كبيرة. لذا فإني أقدم هذه المساهمة بعنوان مقومات الوسطية في ضوء النصوص الشرعية، وأشكر القائمين على المؤتمر توفيقهم بطرح هذا الموضوع في هذا الوقت المؤات وفي هذا المكان الموائم. جزاهم الله خيرا في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا البحث يتكون من فصلين. الفصل الأول في الوسطية، وفيه مبحثان. المبحث الأول: وسطية الأمة الإسلامية بين سائر الأمم. إن هذه الأمة الإسلامية وسط بين سائر الأمم بجعل الله عز وجل. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط ها هنا الخيار والعدول، يدل عليه قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا معروف في كلام العرب. فالزيادة على المطلوب في الأمر إفراط، والنقص عنه تفريط وتقصير، وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة، فهو شر ومذموم. فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمور أو المتوسط بينهما. فالوسطية من أبرز خصائص الإسلام التي يتميز بها، فهو قائم على الوسطية والاعتدال في جميع جزئياته وجوانبه، سواء منها ما يتعلق بالعقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق وغيرها، فلا مجال فيها للإفراط أو التفريط. المبحث الثاني: وسطية أهل السنة والجماعة بين سائر الفرق. كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم كلها،
فإن أهل السنة والجماعة وسط بين سائر فرق هذه الأمة المحمدية التي افترقت إلى 73 فرقة. وخيرية أهل السنة والجماعة كامنة في تمسكهم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالرسول الذي لا ينطق عن الهوى هو إمامهم المعصوم، عنه يأخذون دينهم، فالحلال ما حلل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وكل قول يخالف قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مردود عندهم، وإن كان الذي قاله من خيار المسلمين وأعلمهم. الفصل الثاني: مقومات الوسطية في ضوء النصوص الشرعية، وفيه 7 مباحث. للوسطية مقومات ومرتكزات تقوم عليها، لا بد من الاعتناء بها لتكون الوسطية التي نتحدث عنها اليوم وندرس ما يتعلق بها قائمة عند الأفراد والجماعات على أسس متينة وأصول صلبة. ومن أهم هذه المقومات المبحث الأول: تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين والرسوخ فيه. الملاحظ أن كثيرا من الناس الذين يكون عندهم شيء من الإفراط أو التفريط إنما وقعوا ضحية ذلك بسبب نقص في العلم الشرعي. وبهذا يتبين أن تحصيل العلم الشرعي والرسوخ فيه على أيدي العلماء الربانيين الذين تشهد لهم الأمة بأن لهم أقداما راسخة في العلم والتقوى، الذين يصلحون ولا يفسدون ويبنون ولا يهدمون، مقوم قوي ومهم للغاية من مقومات الوسطية والاعتدال، بخلاف تلقيه على أيدي أنصاف العلماء الذين قد يفسدون أكثر مما يصلحون. واعلم أن المقصود بالعلم الذي يراد تحصيله كمقوم للوسطية ليس هو مجرد الحصول على شهادة من الشهادات العلمية على اختلاف مستوياتها ومسمياتها، كلا، بل المقصود به أقوى وأجل، والمقصود به هو تحصيل العلم الشرعي الذي يهدي إلى سبيل الهداية والتمسك بها، ويهتدي به المرء إلى التزام الخير وتنميته وفعله، ويصون عن سبيل الغواية والانخراط فيها، ويهتدي به الإنسان إلى نبذ المنكرات ومفارقة الأشرار ومعاداتهم. المبحث الثاني: العمل بهذا العلم. إذا كان العلم الذي تلقاه الإنسان علما نافعا فلا بد أن يثمر العمل الصالح الذي هو بمثابة زكاة له، وإلا كان ذلك العلم كشجرة لا ثمر له ووبالا على صاحبه. فكم تعلم على أيدي العلماء الموثوق بهم ورسخت قدمه في ذلك العلم، غير أنه أخفق في أن يعمل بعلمه، واقتصر دور علمه على المناطحة الخاسرة والمجادلة العقيمة والإفساد في الأرض وتخريب عقول شباب الأمة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. المبحث الثالث: العدل والإنصاف. الإسلام يوجب على المسلم أن يكون عدلا مع من يحب ومن لا يحب، وأن يقوم لله شهيدا بالقسط ولو على نفسه، وألا يخرجه غضبه عن الحق ولا يدخله رضاه في الباطل. فالعدل الشامل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة، وتعمر به البلاد وتنمو به الأموال ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان. قال الهرمزان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:
وقد نام متبذلا عدلت وأمنت فنمت. وإن مما لا شك فيه أن الظلم مفسد للعباد ومخرب للبلاد ومضيع للأمن ومدمر للاستقرار، يؤدي إلى الخصومات والتناحر والتطاول والتقاتل. قال الماوردي: وليس شيء أسرع إلى خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور، لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل. المبحث الرابع: الاتباع والاقتداء. هذه الأمة مأمورة باتباع والاقتداء في أمورها كلها، ولا مجال في الدين للاعتماد على الآراء المجردة عن الأدلة أو اختلاق نظريات عقلية في باب العقيدة والعبادات والمعاملات، فالأمة أمة اتباع واقتداء. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا التزم الجميع بهذا المنهج الرباني المتين سادت الوسطية والاعتدال في صفوف أفراد الأمة، واضمحل الإفراط والتفريط بينهم، وسلمت مجتمعات المسلمين من الآفات والفتن الناجمة عن الغلو والتطرف أو التي تنجم عن الجفاء والإهمال. وسعى كل واحد في السباق الشريف في مجال الاقتداء والاتباع بغية نيل مرضات الله عز وجل. المبحث الخامس: الإخلاص. هذا المطلب سهل من الناحية النظرية وما أصعبه عند التطبيق، فكم يرى الشخص من الناحية النظرية أنه إنما يدعو إلى الله تعالى، ثم يتبين عند التطبيق أنه إنما يدعو إلى نفسه وينتصر لها أو لمذهبه أو لشيخه أو لجماعته وحزبه. والمراد بالإخلاص هنا هو تجريد العبادة لله تعالى والاحتساب عليه في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث لا يعبد الإنسان ربه إلا بما شرع في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود به الإخلاص لأفكار منحرفة أو نظريات هدامة أو لمبادئ خاطئة يتم تنظيم البيعة لها في الظلمات والسراديب هنا وهناك. فإذا قصد الإنسان وهو يريد أن يقرر العقيدة أو يريد أن يرد على المخالف الإخلاص والتجرد لله، وأن يهتدي الناس بذلك بتوفيق الله تعالى، عم الخير وتمكنت الوسطية والاعتدال في الأمة، خاصة إذا علم الداعي يقينا أن الهداية بيد الله، وعلم أن لا إكراه في الدين، وعلم أن مهمة الدعاة التبليغ والبيان، وعلم أن الكفر والفسق أحكام شرعية لا مجال فيها للعقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا. قال الإمام ابن عبد البر: فالواجب ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. المبحث السادس: الاقتصاد في الطاعة. المراد بالاقتصاد في الطاعة هو ترك التكلف فيها، وقد ورد في القرآن الكريم في سياق كلام المرسلين لقومهم أنهم يقولون: وما أنا من المتكلفين. فالدين الإسلامي بمجمله قائم على اليسر ورفع الحرج، سواء فيما يتعلق بأمور العقيدة وغيرها من العبادات أو المعاملات أو الأخلاق والسلوك، لما ثبت في أصول الفقه أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه
لا يصح التكليف به شرعا.